بعد نكسة 67 واللي فاجأتنا فيها إسرائيل بقصف المطارات المصرية، هم كانوا عارفين إن سلاح الجو لأي جيش بمثابة العمود الفقري، وده اللي سهل بعد كده العدوان الثلاثي على مصر. إلا إن الصهاينة حبوا الموضوع وحبوا يكرروا الفكرة تاني خلال معارك حرب أكتوبر يوم 7 و9 و12، ولكن كل الهجمات دي فشلت بسبب ستر ربنا أولاً، وثانياً مقاومة الدفاعات الجوية المصرية، وأخيراً آخر هجمة كانت يوم 14 أكتوبر بهدف القضاء على كل المطارات المصرية الموجودة في طنطا والمنصورة والصلاحية. ولكن في البداية خلينا نعرف قدرات الطيارات اللي شاركت في المعارك. انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب وخلينا نبدأ التفاصيل. أنا عصام عبد الحميد وده المفيد. خلال فترة حرب أكتوبر وصلت معلومة للصهاينة إن المصريين بيطوروا مطاراتهم من جديد بعد تدميرها في نكسة 67، وهنا كان لازم للصهاينة إن هم يخططوا لطلعة جوية كمان وتكون أعنف من اللي فاتت عشان يقضوا تماما على سلاح الجو المصري. وفعلا يوم 14 أكتوبر 73 كانت بداية خطة الهجوم بقوة 165 طيارة F4 فانتوم الأمريكية وسكاي هوك الأمريكية برضه، اللي كانت قدراتهم تفوق طياراتنا بكتير، وهم الميج 21 وسخوي 7، ولكن كانت أهم طيارة وقتها الميج 21. ومع الهجوم المفاجئ إلا إن تم كسر غرور الطيار الإسرائيلي برغم قوة إمكانياته، ولغاية دلوقتي اليوم ده بالنسبة لهم بقى يوم مشؤوم، وعندنا بقى عيد للقوات الجوية. وقبل ما ندخل في تفاصيل أطول معركة جوية حصلت وكانت مدتها 53 دقيقة، خلينا الأول نعرف قدرات الطيارات المصرية والإسرائيلية عشان تدرك فرق الامكانيات بين الميج 21 وطيارات الفانتوم والسكاي هوك. خليني اقول لك في البدايه تسليح كل واحده منهم وقدرتها على المناوره. معظم الطيارات اللي كانت معانا كانت ميج 21 بعدد 62 طياره مقابل 165 طياره F4 فانتوم و A4 سكاي هوك وميراج 3 الفرنسيه. بس خلينا في الميج دلوقتي اللي كانت وما زالت اشهر طياره شاركت في المعارك الجويه، وانتجها الاتحاد السوفيتي بعدد من 11500 ل 12000 طياره. سرعتها بتوصل ل 2230 كيلومتر على الساعه او 2.1 ماخ. الماخ هو وحده قياس سرعه الصوت، ومداها بيوصل ل 1160 كيلو، واقصى ارتفاع ليها هو 19000 متر بمعدل صعود 225 متر في الثانيه باقصى الحموله بتاعتها، ولو شايله نص الحموله هتبقى بمعدل 294 متر على الثانيه. زائد 3 نقط تعليق سواء هتعلق فيهم صواريخ كي 13 او ار 3، ده غير مدفع رشاش رئيسي فيها عيار 30 مللي بسعه 200 طلقه. طبعا مش محتاج اقول لك انها كانت كميه ذخيره قليله، ال 200 طلقه دول يخلصوا في تكتين زرار، وممكن تتخلى عن الصاروخين وتعلق مكانهم خزانات وقود اضافيه، وده اللي حصل فعلا. خزان وقود رئيسي 450 لتر، وبالمناسبه كميه الوقود دي كانت قليله جدا، وده سبب مشاكل خلال المعركه. والسبب في كده لما الاتحاد السوفيتي صنعها ما كانش الهدف الرئيسي منها القتال، هي بتقاتل وكل حاجه، بس كان هدفها الرئيسي تتبع وضرب طيارات الاستطلاع الامريكيه، فبالتالي ما كانتش محتاجه خزان وقود كبير، واقصى مده لطيرانها بكميه الوقود دي كانت 45 دقيقه. ده غير عيوب تانية فيها زي ان مركز الثقل بتاعها كان في ديل الطياره، بمعنى ان تانك الوقود لما تلتينه بيخلص فبيحصل نوع من اختلال التوازن بتاعها، فبالتالي بيبقى صعب على الطيار انه يتحكم فيها 100%. وعيب كمان ان الجناح كان متصمم على شكل مثلث وتسمى بجناح دلتا، والجناح ده اتطور لاول مره في المانيا قبل الحرب العالميه الثانيه على ايد مهندس الطيران الالماني الكسندر ليبش. بس كان ليه ميزه وعيب. الميزه ان تصميم الجناح كان خفيف وفي نفس الوقت متين، وده كان بيساعد الطياره ان هي تطلع بسرعه. اما عيبه كان في المناورات المفاجئه، كان بيبطئ الطياره بس طبعا مش بشكل ملحوظ لان كانت مناورتها اخف كتير من الفانتوم. والميزه الوحيده حرفيا اللي كانت بتميز طيارات الميج عن الطيارات الفانتوم والسكاي هوك هو خفة وزنها تقريبا 5.5 طن، وده اللي كان بيخليها تناور أسرع من الفانتوم بمراحل. ولو الفانتوم جت قدام الميج يبقى شكرا كده، مهما الطيار الإسرائيلي ناور فصعب إن هو يهرب منها، هيتخرتق. ده غير ان مخزن مدفع الميج كان 200 طلقه بس، فلازم الطيار المصري يكون متاكد من اصابته لطياره العدو عشان مش هيكفي بعد كده. ووقتها الاسرائيلي ما كانش بيبقى قدامه حل غير ان هو يسيب الطياره وينط منها، في حين ان الفانتوم وهي فاضيه تماما كان وزنها حوالي 13.5 طن من غير حموله تماما، وده اللي كان بيمكن الميج انها تعمل مناورات بشكل اسرع واخف. وهنحكي تفاصيل المعركه ان شاء الله في الحلقه الجايه. اتاكد ان انت عامل سبسكرايب عشان تشوفها اول ما تنزل. لسه فاكر قدرات الميج؟ ركز بقى معايا في الفرق الشاسع اللي بينهم خصوصا في التسليح. الفانتوم سرعتها بتوصل ل 2370 كيلومتر على الساعه او 2.23 ماخ، وبيوصل اقصى ارتفاع ليها ل 18300 متر بمعدل صعود 210 متر على الثانيه، وبخزان وقود رئيسي بيشيل 7549 لتر. ده غير طبعا ان هي ممكن تشيل خزانات احتياطيه. نيجي بقى لفروق التسليح، وده اهم حاجه في المعارك.
الفانتوم بتشيل 9480 كيلو أسلحة على 9 نقاط تعليق، وكان أهم صاروخين فيها هما AIM 7 سبارو و AIM 9 سايد ويندر. الطيارة وقتها كانت متطورة جدا لدرجة إنها كانت بتشيل أنظمة حرب إلكترونية، حاجة كده شبه أنظمة التشويش على الرادارات واعتراض الاتصالات اللاسلكية بين طيارات، ده غير إن صواريخهم كانت رادارية وحرارية في نفس الوقت، بمعنى إن الصاروخ الحراري بيستهدف الهدف عن طريق الحرارة اللي بتخرج من محرك الطيارة المستهدفة، وبيبقى قدامه مدة قصيرة عشان يدمر الهدف، ولو الطيارة اللي قدامه نورته خلاص الصاروخ مبقاش ليه فايدة. أما الصاروخ الراداري فبيفضل محدد الهدف بتاعه عن طريق الرادار، وبيفضل موجه للطيارة، ومهما الطيار المستهدف يناور فصعب إن هو يخرج من مدى الصاروخ. بس الموضوع ده ما نفعش كتير مع الصهاينة خلال معركة المنصورة، لأن الصواريخ الرادارية في العموم بتبقى بعيدة المدى، على عكس اللي حصل في المعركة. كان في 180 طيارة بيقاتلوا بعض في نفس الوقت من مسافات قريبة. ده كان باختصار الفرق بين سلاح الجو المصري والإسرائيلي وقتها. الحلقة الجاية إن شاء الله هنحكي عن اللي حصل في المعركة بالتفصيل، ولو عجبك فكرة المحتوى ممكن نعمل بعد كده سلسلة حلقات عن الأسلحة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اتشرفت بمتابعتكم. سلام.